عليكم متابعين شركة سرعة الغزال. اليوم شرحنا على هاي الصامولة الفلكسبل هذه شلون راح تستخدمها وين راح تستخدمها، وشرحنا فيديو ثاني على هاي القطع. مبدئيا اذا عندك هذا الانبوب افقي او عمودي شلون تربط هاي القطعة؟ تجي تفتح هذا الجانب او الجانب الاخر، تدخل اولا هذا النت، بعدها تدخل الواشر ربر هذا، تحاول جهد الامكان تدخل الصامولة هذه كلها تمام على مود القطعة الثانية شو تكون قريبة من القطعة الأصلية حتى يقدر يدخل بسهولة. بعد ما تدخل هذا بالجانب تفتح هذا النت كذلك، تدخله وين؟ نفس النظام مال ذاك، تدخله بهذا الجانب وتدخل الواشر ربر تمام، وتسحبه عن يمين، تسحبه على هذا. صارت عندك هاي الصامولة وصلت بيهم بيناتهم اثنيناتهم. اكو هواية شباب اشوفهم يخلون تانجيت وبعدين يسحبوا، ما له داعي، لان هذا الواشر هو اللي راح يقوم بعملية قطع التسريب، ما راح يكون عندك تسريب. تيجي بعدها تضب هذا، بس هذا ما تضبه بكمية بحيث تقفله ويطق عندك. ليش؟ لانه مو مال ضبه هواية، لان هذا الواشر مخصص بكنارات موجودة بالداخل انه ينضغط يلزم البوري. تجي بعدها تقعد هذا وتضبهن برهاوة ايدك وتشوف وتفحص. هاي المسألة الأولى. اكو مسألة أهم من عندها، أنا هسه شديت لكم إياها حتى أراويكم هاي المسألة. إذا تلاحظ هذه القطع تجي ما موصلة بداخل هاي الصامولة بإحكام، يعني هاي القطع هذا الفلكسبل ما يجي ملحوم بيها، تقدر أنت تفصله تخلي تانجيت بسهولة وتقعدتك بسكرس. وضحت الصورة شباب؟ وكذلك تقعد هذا وتخلي لها صمغ على مود تنهي موضوع التسريب نهائيا. هاي تقدر تسويها اصلاحها باي انبوب عمودي او افقي. هاي متوفر من عندها 3 قياسات، متوفر من عندها ال3 انج وال4 انج وال6 انج اللي هو ال75 وال110 وال160. تحيات اخوكم ماريو السباك.